في مشهد اقتصادي دام يئن مستوردو الأغنام تحت وطأة خسائر ثقيلة بعدما انقلبت معادلة السوق رأسا على عقب. كانوا يراهنون على موسم عيد الأضحى ليجني بعضهم الملايين، لكن المفاجأة جاءت كضربة قاصمة. الأسعار تتهاوى والأرباح تتبخر. بدأت المأساة عندما انخفض سعر اللحوم الحمراء وخاصة لحم الغنم من 120 درهما إلى 80 درهما للكيلوغرام الواحد، مما دفع المستوردين إلى مواجهة كارثة مالية غير مسبوقة. أحدهم ممن راهنوا بكل ما لديه استورد 700 رأس من الأغنام قبل صدور القرار الملكي بعدم نحر الأضاحي، ليجد نفسه وسط عاصفة خسائر بلغت 40 مليون سنتيم. لم يكن هذا سوى غيظ من فيض، فالمستوردون الذين جلبوا الآلاف الرؤوس باتوا مهددين بخسائر بمئات الملايين. ليس هذا فحسب، بل يزداد كابوسهم رعبا من استمرار انهيار الأسعار، ما يجعل مستقبلهم محفوفا بالمخاطر.